أحداث وكواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل أفراح إبليس الموسم الثالث. المسلسل ده لو كان اتعرض في وقت تصويره من 2019 كان ممكن المسلسل ده يحقق نجاح كبير جدا. تقريبا كان في الدرج بقاله 7 سنين. المهم إن احنا هنشوف في الحلقة الأخيرة موت معظم الأبطال في المسلسل والسجن للباقي. دهب بعد ما راحت تعيش مع كمالات في بيت واحد، وكمالات وافقت على كده علشان تنتقم منها. وهنشوف خناقات مستمرة ما بين كمالات ودهب، وهمان طبعا بيكون واقف في صف دهب باستمرار لحد ما فواز بيكلم دهب من جديد وبيتواصل معاها دايما. وكمالات بتسمع دهب في مرة وهي بتقول لفواز إنها كانت بتحبه وكان نفسها تتجوزه، وإن هو بسبب موقفه اضطرت إن هي تتجوز همام. وهتقول له كمان دهب إن هي اللي بعتت صور فرحها ليه. وكمالات هتسمعهم وهتقول لهمام إن دهب بتخونه مع فواز. وهنا همام طبعا علشان بيصدق دهب هيجي على كمالات ويقول لها انت كدابة، وبتتبلى على دهب. والنتيجة كمالات بتسيب الفيلا لهمام ودهب يشبعوا بيها وبتروح عند زين وعالية. وبعد كده دهب هتفضل تتواصل مع فواز، وفواز هيضطر يقول لها على الحقيقة إنه فعلا هو كمان بيحبها جدا ولكن عنده ظروف كانت تمنعه إنه يتجوزها. وهيتفق مع دهب علشان تخلص من كمالات وهمام إنها تساعده هو والظابط فارس، وتعرف تحركات شغل همام وتجيب له أوراق مهمة. ودهب للأسف بتعمل كده، وهمام بيعرف وبيعاملها معاملة وحشة جدا، واللي هيخلي همام ما يطردهاش بره الفيلا إن دهب بتكون حامل منه. أما أبو منصور فطبعا هيفضل يراقب جابر علشان يعرف الدولارات راحت فين، وجابر طبعا أصلا مش عارف مكانها. فجابر وبغدادية هيراقبوا زين لغاية ما بيعرفوا مكان الدولارات وبيتأكدوا إن هي مع زين وعالية. وجابر لما بيفشل إنه ياخدها من زين بيروح يقول للدكتور أبو منصور إن الدولارات مع زين وعالية، وإنه عايز نسبته لما ترجع. فأبو منصور هيسلط رجالته ياخدوا زين ويعملوا فيه نفس اللي عملوه مع جابر علشان ياخدوا الدولارات. وطبعا عالية بتلاحظ تغيب زين الكتير، فبتروح تقول لهمام أبوها إن زين في خطر وإن أبو منصور هو اللي ورا اللي حصل. وطبعا عالية وزين بيبقوا عارفين إن أبو منصور صاحب فرقة جهادية وهو اللي مسلط جابر. ومن هنا هتقوم حرب ما بين همام وأبو منصور، والشرطة طبعا بتتدخل وبيتم القبض في الآخر على أبو منصور وزوجته. وولاد فرغالي بيكونوا عرفوا إن أبو منصور كان بيضحك عليهم وبيرجعوا لأبوهم تاني لأن أزواجهم طبعا بيكونوا ماتوا لما الشرطة بتداهم فرقة أبو منصور. أما عابد بقى وخالد اللي هو رستم هيعرف إن خالد اتجوز رانيا من وراهم وضحك عليها، فهياخد رانيا ويحبسها في البيت ويفضل ينحكش ورا عابد وخالد لغاية ما بيكشف جرائم جديدة هم عاملينها، وعابد من الصدمة بيموت لوحده. أما خالد فبيتم سجنه في الآخر بكذا تهمة. وطبعا فارس بيكون له دور كبير في إن خالد يتقبض عليه، ولكن فارس برضه مش هيتخلى عن ماري لأنه بيحبها بجد. بس قبل ده ما بيحصل همام هو كمان بيراقب عابد وخالد وعايز ينتقم منهم، وهيكتشف إن خالد ابن عابد ورا حرق بيته وجابر هو اللي نفذ العملية وسرق دهب كمالات. فهمام هيساعد الشرطة في إن عابد وخالد يتقبض عليهم هو كمان. يعني هنشوف في آخر حلقة إن دهب بتبقى حامل وبتموت، وزين أبو منصور بيمسكه علشان ياخد منه الدولارات، وفي الآخر زين بيرجع لعالية تاني بعد الشرطة ما بتخلص على أبو منصور ورجالته. وبدر بيكون طلق بنت عزيز وعرف إن همام أبوك كان رأيه صح في عزيز وبنته إنهم استغلوه وأخدوا فلوسه. وهنشوف همام بيدخل السجن علشان هو مذنب وكان شغال في السلاح. وبتبقى في البيت زين وعالية وبدر وكمالات بس ومعاهم منورة بعيالها. وبيتقفل المسلسل على كده، وما اعتقدش انه بيكون فيه جزء رابع للمسلسل لان المسلسل اصلا احداثه قديمة من قبل 2019 وكان في الدرج، وما صدقوا عرضوه علشان يكونوا انتهوا منه. ما تنساش لو عجبك توقع وتحليل مسلسل تابعني علشان يوصلك كل جديد في الدراما المصرية والعربية.